اقسم بالله الكلام اللي انتوا سمعتوه على الهوا ده يستدعي التحقيق مع كل من ساهم في وجود أسامة نبيه كمدير فني لمنتخب مصر الناشئين، مع كل من ساهم في ده. انت متخيل الراجل بيقول لك انا ما اقدرش اكسب اليابان، ابراهيم بيقول له طب ونيوزيلندا؟ قال له ما اقدرش اكسب نيوزيلندا. مين ما قعدش مع الراجل ده قبل ما يروح البطوله وكاس العالم للناشئين ويساله انت ايه طموحاتك؟ فيقول لهم انا ما اقدرش اكسب اليابان عشان امكانياتها. طب نيوزيلندا؟ فيقول له انا ما اقدرش اكسب. فيقول له انت رايح تلعب على فرصه مباراه واحده بس، شكرا يا كابتن اسامه، روح اقعد في البيت. وفي النهايه يا كابتن اسامه، أنا ضد التجاوز في حق أي حد، أنا مع النقد، بس صدقني الراجل اللي قاعد بباقة ب5 جنيه، قاعد بباقة ب5 جنيه وزعلان على منتخب بلده، أحسن من المدير الفني اللي قعد 8 شهور يتقاضى راتب وما عملش بيه حاجة لبلده. أعتقد الرسالة وضحت.